شباب الفاطمية، شباب التحدي، جيل التحدي، جيل الغضب، أحييكم وأنتم تقدمون للعالم الصورة الحقيقية للشعب الليبي الملتف حول الثورة على بكرة أبيه. أنتم من الساحة الخضراء تقدمون الحقيقة التي تحاول أجهزة الخيانة والعمالة والنذالة والرجعية والجبن تحاول أن تغطيها، تشوه صورتكم أمام العالم. أجهزة عربية للأسف شقيقة تغدركم وتخونكم وتقدم صورتكم بشكل يسيء لكل ليبي وليبية. يقولون لهم انظروا ليبيا، انظروا ليبيا، لا تريد العز، لا تريد المجد، لا تريد التحرير، لا تريد الثورة. انظروا ليبيا، تريد الدروشة، تريد الحي، تريد العمايم. انظروا إلى ليبيا، تريد الاستعمار، تريد الانتكاسة، تريد الحضيض. وانتم هنا في الساحة الخضراء تقولون ليبيا تريد المجد، تريد القمة، قمة العالم. ليبيا تقود القارات، آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية وحتى أوروبا، كل القارات تعقد قمم في ليبيا. هذا مجد للليبيين والليبيات. أصبح الليبي الآن يشار له بالبنان في جميع أنحاء العالم. بالأمس كان الليبي ليست له هوية. عندما تقول ليبي فإنك تقول، عندما تقول ليبي يقولون لك ليبيا، ليبيريا، لبنان، ما يعرفوا ليبيا. أما اليوم تقول ليبيا يقول لك ليبيا قذافي، ليبيا الثورة. كل الشعوب الأفريقية تعتبر ليبيا قبلتها، وشعوب أمريكا اللاتينية وشعوب آسيا. حكام العالم كلهم بقواهم الكبر النووية يتقاطرون على ليبيا، على بلدكم، على طرابلس، على سرت، على بنغازي. شوهوا صورتكم في إذاعات عربية شقيقة للأسف. يخدمون الشيطان، يريدوا إهانتكم. نحن نريد أن نرد الآن بالفعل فوق الأرض في الميدان. معمر القذافي ما عنده منصب حتى يزعل ويستقيل منه كما فعل الروساء. معمر القذافي ليس رئيس، هو قائد ثورة. الثورة تعني التضحية دائما وأبدا حتى نهاية العمر. هذه بلادي، بلاد أجدادي وأجدادكم، غرسناها بيدنا وسقيناها بدم أجدادنا. نحن أجدر بليبيا من أولئك، من تلك الجرذان وأولئك الماجورين. من هم هؤلاء الماجورين المدفوع لهم الثمن من المخابرات الأجنبية؟ لعنة الله عليهم. تركوا العار لأولادهم إذا عندهم أولاد، وتركوا العار لعائلاتهم إذا عندهم عائلات، تركوا العار لقبائلهم إذا كان عندهم قبائل. ولكن هؤلاء ما عندهم قبائل. القبائل الليبية قبائل شريفة مجاهدة مكافحة. تقاطر علي في هذا الشهر كل القبائل، من البطلاني للجبل الغربي إلى فزان، كلهم يهتفون هتاف واحد، كلهم يتحدون. تحدينا أمريكا في هذا المكان بجبروتها وقوتها، تحدينا الدول الكبرى النووية في العالم وانتصرنا عليها. طاطوا رؤوسهم هنا. إيطاليا قبلت يد ابن الشهيد
شيخ الشهداء عمر المختار، هذا مجد ما بعده مجد، ليس للمنفى فقط ولا للبطنان فقط ولا للبنغازي فقط، بل للليبيين وللعرب وللمسلمين. هذا هو المجد الذي يريدون له، المجد الذي يريدون أن يشوهوه. إيطاليا الإمبراطورية في ذلك الوقت تحطمت فوق الأرض الليبية حافلها. أنا أرفع من المناصب التي يتقلدها الرصاع والأبهات. أنا مقاتل مجاهد مناضل ثائر من الخيمة من البادية، والتحفت معي المدن والقرى والواحات في ثورة تاريخية جابت الأمجاد للليبيين، وسيتمتعون بها جيلا بعد جيل. ستبقى ليبيا في القمة، تقود أفريقيا وتقود أمريكا اللاتينية وتقود آسيا، بل تقود العالم. لا يمكن أن يعطل هذه المسيرة التاريخية الظافرة حفنة من شذاذ الآفاق الماجورين، من هؤلاء القطط والفيران التي تنقز من شارع إلى شارع ومن زنقة إلى زنقة في الظلام. أنا دافع ثمن بقائي هنا. أنا جدي عبد السلام بومنيار أول شهيد سقط فوق الخمس في أول معركة عام 1911. أنا لا يمكن أن أسيء إلى هذه التضحية العظيمة، لا يمكن أن أترك رفات جدي الطاهرة في المرقب. أنا سأموت معه شهيد في النهاية. هاي رفات والدي في الهاني مجاهد بطل من أبطال القرضابية وتالى، وهو جدي عمي الشيخ السعدي في مقبرة منيدر. لا أترك هذه الرفات الطاهرة، هؤلاء مجاهدون. قال بشير السعداوي الحرية شجرة لا يتفيأ ظلالها إلا من غرسها بيده وسقاها بدمه. ليبيا شجرة نحن نتفيأ ظلالها لأننا غرسناها بيدنا وسقيناها بدمنا. نخاطبكم من هذا المكان الصامد، هذا البيت في طرابلس الذي غارت عليه 170 طائرة تقوده الدول النووية الكبرى أمريكا وبريطانيا وحلف الأطلسي، 40 طائرة بوينغ تزود هذه الحملة بالوقود، تخطط كل القصور وكل المنازل وكل بيوتكم، كل بيوتكم تركتها تبحث عن منزل معمر القذافي. لماذا؟ هل لأن معمر القذافي رئيس جمهورية؟ لكان رئيس لا ما عملوا لا يعاملوه مثل ما عاملوا رؤساء الدول الأخرى، ولكن لأن معمر القذافي تاريخ مقاومة، تحرر، مجد، ثورة. هذا اعتراف من أكبر قوة في العالم بأن معمر القذافي هو ليس رئيس وليس بالشخص العادي حتى نقتله بالسم أو نعمل ضده مظاهرة تسقطه. لما كانت القنابل هنا في هذا المكان تدك بيتي وأولادي تقتلهم، أين كنتم أنتم يا شذاذ؟ أين كنتم أنتم يا متوع الحي يلي لا تتصدقون في الظلام في حقاف درنا وفي حقاف الجبل الأخضر وفي حقاف في أي حقف أخرى؟ أين كنتم؟ أين كنتم؟ كنتم مع أمريكا تصفقون لسيادكم الأمريكان عندما كان معمر القذافي وعائلته في هذا المكان تقصفهم القنابل. 170 طائرة تخطط الملوك وتخطط الرصاة وتخطط القصور في كل الوطن العربي. وجدت لي خيمة معمر القذافي وبيت معمر القذافي. هذا مجد لا تفرط فيه ليبيا ولا يفرط فيه الشعب الليبي ولا الأمة العربية ولا الأمة الإسلامية ولا أفريقيا ولا أمريكا اللاتينية ولا كل الشعوب التي تريد الحرية والكرامة للإنسان وتقاوم الجبروت. نحن قاومنا جبروت أمريكا، جبروت بريطانيا، دول النووية، حلف الأطلسي قاومنا جبروته، لم نستسلم وقلنا نحن صامدون هنا